السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في حكاية وقصة جديدة. أنا اسمي سماح وعايشة في منطقة في المنوفية. طول عمري وأنا حاسة بنفسي إن أنا حلوة قوي، وكل الناس فعلا كانت بتقول عليا كده. بس معرفش ليه كان عندي جوايا كده تمرد يعني. عمري ما كنت بحس براحة ولا حاسة إن أنا مبسوطة. كنت دايما محتاجة لأكتر من اللي أنا فيه. ويوم من الأيام لقيت واحدة من الجيران بتقولي إن عنتر جارنا بيدور على عروسة. عنتر جارنا ده بقى واحد شغال صنايعي، صنايع رخام، من وهو عنده 17 سنة. أبوه مات وسابه وكان سايبله إخوات بنات. عاش حياته كلها شقة وتعب واتمرمط، بس بقى أحسن صنايعي عندنا في المنطقة وبيكسب دهب. وسافر ليبيا وجوز إخواته يعني. كان معاه فلوس كتير وقتها. بصراحة حسيت ان عينيا لمعت كده، لان كان اغلب الناس اللي بيتقدمولي سكة مش قد كده يعني. لكن عنتر كان ما شاء الله عليه معاه فلوس كتير، وكان جدع وراجل. كل الناس كانت بتتكلم عنه ان هو راجل يعني بجد، ويقدر يتحمل المسؤولية. خصوصا موضوع ان هو جوز اخواته ده، كانت كل الناس عندنا في المنطقة بتتكلم عن جدعنته. وبصراحة الموضوع ده خلاني ارتاح له، وبدأت إن أنا أرمي شباكي عليه. خصوصا لما عرفت إن أمه عايزة تجوزه. في الرايحة والجاية كنت مركزة معاه قوي. والصراحة شكله كان غلبان، يعني شكله كده ما كانش بتاع علاقات. لأن أول ما حاولت بس معاه كده لقيته فعلا وقع. ويمكن برضو لأنه هو حبني، لأن زي ما قلت لكم، كل اللي بيشوفني هو اللي بيقول عليا إن أنا حلوة. وفعلا اتقدم لي، وأنا طبعا وافقت، وأهلي وافقوا. ما هو كان عريس بالنسبة لهم لقطة الصراحة يعني. لما جه هو وأمه يتقدموا لي، وقتها كنت مبسوطة خالص وفرحانة. بصراحة ما ركزتش معاه قوي انه كان حلو ولا لا. اللي كان فارق معايا هو موضوع الفلوس، وان هو هيعيشني مرتاحة ويجيب لي كل اللي انا عايزاه. وهو فعلا عمل كده. اتجوزنا وكان معيشني عيشة محدش في المنطقة كلها ولا في قرايبي كلهم يحلموا بيها. كان على طول بيسافر السعودية وليبيا. كان بيشتغل وكان شاطر قوي، وكان حارك يعني ما كانش بيحب يقعد في البيت كتير وكده. لكن للأسف عنتر كان فيه عيب خطير جدا بالنسبة لي، وخدت بالي منه بعد الجواز. أنا ست ذكية وعملية وما بحبش النحنحة، وما بحبش الكلام الكتير. وكمان بحب الإنسان اللي معايا يفهمني بسهولة. وعنتر ما كانش بيفهمني لأنه كان غبي جدا. يعني هو كان راجل بتاع شغل بس. تعالى بقى في أي حاجة تانية، لا ما بيفهمش. لو اتكلمت معاه في أي موضوع ما كانش يستوعب كلامي بسرعة. كان فهمه بطيء قوي. ربنا ما بيديش بقى الإنسان كل حاجة. يعني سبحان الله كان شاطر شطارة في شغله، لكن أجي أتكلم معاه في حاجة ما يفهمنيش. طبعا هو ما كانش أغنى واحد في المنطقة، بس هو كان حنين بغباء. كان سخي جدا، يعني أي حاجة تخطر على بالي أبقى عايزاها ما كانش يتردد ولا يسألني في الحاجة مرتين. وكان متدين، أي نعم، هو خلاني أحج أكتر من مرة، بس مش بمزاجي. هو اللي عرض عليا الحج بصراحة، وأنا رحت علشان رايحة بيني وبينكم، والحق يتقال إن أنا ما كنتش بفكر في موضوع الحج والكلام ده. بعد فترة ابتديت أحس إن أنا مخنوقة منه وزهقانة. ما هو برضو الفلوس مش كل حاجة، والموضوع إن هو ما بيفهمنيش ده كان مضايقني جدا جدا. خصوصا إن أنا لماحة وذكية، وعايزة اللي اتكلم معاه ياخد ويدي معايا في الكلام ويفهم كلامي، مش كل حاجة اقعد اشرحها له. المهم بعد كده كان موضوع ان هو كان بيشتغل وبيشقى وبيتعب، بقى بيجيله شغل كتير وهو ما بيتأخرش وما بيقولش لا. ما بقاش بيعمل معايا العلاقة كتير، رغم ان في البداية جوازنا كان يعني الموضوع بالنسبة لنا حاجة كده مهمة. وهو بصراحة كان بيعمل لي كل اللي انا نفسي فيه، وكان كويس معايا جدا في العلاقة. وانا كمان منكرش يعني، ومش هكدب عليكم ان من النوع اللي بحب الحاجة دي. حاجة مش عيب ولا حرام، امال احنا متجوزين ليه؟ لقيته بقى ان هو بيتغير معايا في الموضوع ده. بس الكلام ده كان عدى على جوازنا كتير قوي، بس انا ما اتغيرتش وفضلت زي ما انا. هو اللي اتغير معايا وما بقاش قد كده. يمكن بقى من الشغل الكتير اللي كان بيجيله، يمكن كان بيتعب علشان هو عامل برضه وبيشيل وبيحط. بس انا بصراحة ما كانش فارق معايا كل ده. انا ما كنتش عايزاه يعمل كل الشغل اللي بيجيله، كنت عايزاه يبقى معايا زي ما هو. هو اللي محافظش على ده.
في ناس كتير كانت تقولي اقعدي مش عارفة اعملي ايه علشان خاطر ما تفكريش في الموضوع ده، بس انا ما كنتش بعرف اعمل ده، ولان زي ما فهمتكم دايما عندي احساس ان انا مش سعيدة ومش مبسوطة، وناقصني اي حاجة بدور عليها كده زي ما بيقولوا بالملقاط. لو اي حاجة ناقصاني ببقى عايزاها، مش عايزة ابقى محرومة من حاجة ابدا. بدأت أعمل علاقات مع أي حد يجي في طريقي. الصراحة يعني ما كنتش بقول لأ على حاجة يجي معايا في مكالمتين، كان الموضوع ممكن ينتهي بعلاقة كاملة معاه. ما كانش عندي مشكلة في الموضوع ده، ما كنتش قريبة من ربنا، ولا حتى ربنا قدام عيني ولا في دماغي خالص. كل اللي أنا كنت عايزاه كنت ببقى عايزة أعمله، بنفذه، مش بستنى أفكر في الصح والغلط ولا الحلال والحرام. وطبعا أنا كنت عكس عنتر جوزي في الموضوع ده تماما، لأن عنتر بيخاف ربنا وقريب من ربنا قوي. زي ما قلت لكم كان معايا بنت وولدين، وجت حصلت مشكلة لابني الصغير وبقى تعبان، وبقيت على طول بروح بيه للدكتور. في الأول كنت متضايقة وزعلانة علشان ابني، لكن بعد كده لما قربت من الدكتور ده وارتحت له وحبيته، وكان بصراحة بيعمل لي كل اللي أنا نفسي فيه واللي أنا محرومة منه، بقيت بحب موضوع مرض ابني ده، علشان بس الحاجة اللي ناقصاني إن أنا أكملها وكده، لأني ما كنتش بالسهل إن أنا أوصل لعلاقة كاملة مع حد يعني. كان بيجي عليا وقت وأيام كتير جدا وأنا عايشة حاسة إن أنا محرومة من الموضوع ده. وطبعا عنتر جوزي ولا هو هنا خالص. علاقتي بالدكتور ديت بقى كانت مستمرة، كنت كل ما بروح له العيادة علشان خاطر يكشف على ابني كان بيحصل بيني وبينه علاقة، وهو كان متساهل معايا قوي. وبرضه عنتر ما كانش بيجي معايا، كنت أنا اللي شايلة كل شيء، وكنت أنا اللي بروح لابني على طول. حتى لو كان عنتر بيفكر يجي معايا الصراحة انا ما كنتش بخليه يجي، كنت ببقى عايزاه ان انا انفرد بالدكتور لوحدينا، وابني كنت بتصرف فيه. ما كانش مشكلة بالنسبة لي، وواضح ان الدكتور ده كان شبهي، لان هو عمره ما قال لي كلام حب، ولا مثلا كان بيكلمني في التليفون او كان بيقومني على جوزي. كان بيهديني وبياخد اللي هو عايزه وخلاص على كده. وقعدت فترة طويلة واحنا كده طول فترة علاج ابني، لحد ما ابني ربنا افتكر ابني الصغير. انا اي نعم زعلت علشانه طبعا، لازم ازعل، بس معرفش ليه كان قلبي جامد كده. وكنت اكتر حاجة مضايقاني ان انا مش هعرف اروح واشوف له الدكتور بعد كده. قصدي هروح له بحجة ايه، وهخرج من البيت كل شوية ازاي؟ ما كنتش عارفة اعمل ايه بصراحة. الموضوع بتاع ابني ده بوظ علاقتي بالدكتور خالص، اللي كنت في الفترة دي حاسة ان انا عندي اشباع، ما كنتش حاسة باي حرمان. ورجعت تاني لنفس النقطة. ما هو مش بسهولة هجيب حد كده يبقى قريب مني وتكون الدنيا بيني وبينه سهلة ان احنا نعمل الموضوع ده مع بعض على طول. الفترة دي ما فكرتش ان انا اتطلق من عنتر نهائي، وقعدت فترة طويلة تاني في الحرمان. كنت بصراحة بدور على أي حاجة أخرج منها من الإحساس ده، وعنتر زي ما هو ساهي في شغله وساهي في حياته ومش مركز معايا خالص. وطبعا حتى لما باجي ألمحله ما بيفهمنيش كالعادة، هو غبي. لحد ما في مرة من المرات لقيت معاه صاحبه ده كان اسمه مسعد. ومسعد ده بقى كان بيشتغل في الجن والأعمال والسحر. وطبعا انتوا فاهمين محدش بيشتغل الشغلانة دي غير لما بتكون دماغه داهية. ومسعد كانت دماغه داهية، وكان ذكي جدا، ذكاء غير طبيعي، كان زيي بالظبط. والست الذكية ما بتحبش غير الراجل الذكي اللي زيها. ومسعد بقى كان ذكي جدا، بس بصراحة ما كنتش عارفة اختبره ازاي. هو صاحب عنتر جوزي وقريب منه، يعني كان على طول يقولي ان هو سرهم مع بعض، وكان على طول مستجدعه ويتكلم عنه كويس اوي. ففكرة ان انا ابدأ انا الموضوع معاه كانت صعبة، ده واحد قريب منه اوي، وهو ممكن لو بيحب عنتر اوي ومعتبره اخوه بقى والكلام ده كان يعمل لي فضايح ومشاكل، او ممكن كمان كان يقول لي اي حاجة قدامه. فما كنتش عايزة ارمي نفسي عليه، كنت بختبره كده من بعيد لبعيد علشان اشوف ردة فعله الاول، وبعد كده اشوف هعمل ايه معاه. واللي شجعني بصراحة ان انا اعمل له الاختبار ده لما عرفت من حماتي ان هي ما بتحبوش، وكانت على طول تقولي ان مسعد ده انسان ما هوش كويس،
ومش جد، وكانت دايما بتتعارك مع عنتر وتقوله بلاش يا ابني، بلاش تبقى قريب من الراجل ده. وهو كان بيقول لها يما ده صاحبي، ده كويس، ده جدع. فانا قلت بس انا هعرف ان كان هو كويس وجدع ولا لا. كان على طول لما بيجي مسعد مع عنتر البيت كنت بطلع اقدم لهم اي حاجة، اي حاجة يشربوها واقعد معاهم، وكنت بحاول البس لبس ملفت لما اشوف كده مسعد هيبصلي ولا لا. كنت مرة بصراحة، كل مرة كنت بزود العيار واتقل شوية، لحد ما في مرة من المرات كنت لابسة قميص تحت الروب بتاعي، ولما جه مسعد مع عنتر ملبستش هدومي، لبست روب علشان اي فرصة كانت هتجيلي كنت هبين اي حتة من جسمي واشوف بقى ايه اللي هيحصل. مرة وانا بقدم له القهوة وبينت كده حتة من صدري لقيته تنحلي، وكان مركز معايا. من بعد المرة دي انا فهمت ان هو عينه بتيجي عليا وبيبصلي وبيركز معايا بطريقة غريبة زي ما انا راسمة بالظبط. مسعد بقى من اليوم ده ما كانش بيشيل عينه من عليا، وبدأ من جسمي اللي عندي اللي ما كانش واخد باله منهم ساعتها. انا لفت انتباهه بس، وكنت سايبة ان هو بقى اللي يكمل. ما انا برضو مرات صاحبه وما كنتش عارفة هو هيكون مخلص ليه ولا ولاؤه ايه. لا، وخصوصا ان عنتر ليه دقات جمال كتير قوي على مسعد، وما كنتش عارفة هيبقى ولاؤه ليه لحد فين. بس بعد كده بقيت اتعمد ان انا اقعد معاهم كتير، وما كنتش بسيبهم طول ما هم هنا، ودايما بلبس الروب زي ما انتوا فاهمين. لحد ما في مرة جه تليفون لعنتر وخد تليفونه ودخل الأوضة. غالبا ما كانش عايز يتكلم قدام مسعد في المكالمة دي، ودخل وطول وقعد كتير، قعد تقريبا ربع ساعة. كانت دي أول فرصة تجيلي بقى، فرصة كاملة إن أنا أبقى قاعدة أنا وهو لوحدينا. أي نعم عنتر معانا بس هو في الأوضة وأنا مش عايزة أكتر من كده. قعدت أتكلم مع مسعد اليوم ده كتير قوي، وخدت بالي أكتر وأكتر من ذكائه الجامد. وكانت دي أكتر حاجة عجباني فيه، إن أنا كنت عايزة أوقعه، مش علشان خاطر العلاقة والحرمان اللي أنا فيه، لا ده كان عاجبني، كان عاجبني أوي دماغه. وده بقى كان يعتبر البداية في اليوم ده. أنا عملت له حركة إغراء بس جامدة شوية، ورفعت الروب من تحت وبينت تقريبا رجلي من أولها لآخرها. وبعدها مسعد عرق وبقى مركز معايا ومتنح، فضل متنح لرجلي ومشالش عينه من على رجلي خالص. ومن بعد الحركة دي فضلت رايحة جاية قدامه وهو متنح لي، وكان بيبصلي بصات طبعا باين عليه ان هو ايه، عايز ايه. باين عليه في عينيه كل حاجة، كل حاجة كانت باينة قدامي. من فرحتي وقتها ضحكت ضحكة جامدة. هو ساعتها فهم ان انا فهمته، وهو كمان وصله نفس اللي انا عايزاه، وكان عايز يمكن اكتر مني. حسيت وقتها بانتصار، ان انا مستحملتش في ايده غلوتين، يدوب بس حركتين صغيرين عملتهم معاه ما بقاش شايف قدامه، وبقى كل همه وتركيزه معايا انا. لدرجة ان اليوم ده لما عنتر طلع من الأوضة وقعد معانا فضل هو باصص لي ومش عارف يشيل عينه من عليا. وانا فهمته بطريقة غير مباشرة ان انا نفسي اشوفه، واتكلمت مع عنتر وقتها ان انا تعبانة ومش قادرة ومحتاجة دكتور يكشف عليا. وكنت ببصله جامد وانا بتكلم، بس عنتر رد عليا عادي وقال لي ان شاء الله لما نبقى فاضيين ابقى اخدك ونكشف لك بكرة. وانا سكت وما ردتش عليه، ودماغي كانت عمالة تودي وتجيب. بعد ما نزل مسعد وعنتر دخل ينام قعدت افكر، طب الراجل ده انا هجيبه ازاي، هعمل معاه اللي انا عايزاه ده ازاي وازاي هتصرف في الموضوع ده ازاي. ما كنتش لاقي اي فكرة، لان طبعا مستحيل وصعب ان هو يدخل البيت كده. عنتر ممكن يعرف وانا ما بروحش في حتة، وهو ما عندوش مكان، لحد ما جات لي الفكرة بقى اللي هتجيب طرف الموضوع وهنقدر نبقى مع بعض. مصعب شغال في السحر والأعمال والدجل والشعوذة والكلام ده كله، وطبعا أنا عارفة وعنتر كمان عارف. عنتر وهو نايم فضلت أصوت وأتنطط قدام باب الشقة بس من جوه، لحد ما عنتر صحي من النوم. وقلت له الحقني يا عنتر، انا لقيت جن احمر واقف عند الباب وبيبصلي. وفضلت اترعش واصوت وهو يقرا عليا قران ويهديني ويقول لي اقري آية الكرسي، اهدي بس وصلي على النبي، ويكلمني كده. وانا طبعا اعمل نفسي ان انا هديت طول ما هو بيقرا القران، واول ما يبطل قران اقعد اصوت تاني. وفضلت طول الليل على كده،
وعنتر يا عيني من كتر فضل سهران طول الليل، رغم ان هو كان بيبقى تعبان قوي، وكل ما اقوم اصوت كان بيقرالي قرآن. طبعا انا عملت كل ده وانا عارفة ومتأكدة ان عنتر الصبح هيروح ويتصل على مصعب ويقول له على الموضوع ده، وساعتها اكيد مصعب هيفهم ايه المطلوب. وفعلا ده اللي حصل. عنتر ما كدبش خبر وما كانش نايم طول الليل، واول ما النهار ما طلع اتصل على مصعب على طول وقال له الحقني يا مسعد، مراتي طول الليل ما كانتش نايمة، كل شوية تقعد تصوت وبتقول ان هي شايفة جن احمر. انا كنت بقرا لها قرآن بس هي عايزاك تكشف عليها. وطبعا مسعد فهم ان انا كده جيت تحت رجليه، يعني وصلت له الموضوع، وهو كمان فرح وانبسط قوي. وهو قال لي بعد كده ان هو فهم اول ما عنتر قال له الكلام ده، وكان فرحان قوي ان انا لقيت فكرة جهنمية زي دي، احنا الاتنين دماغ واحدة. وبعدها فعلا جه علشان يكشف عليا، فهم ان انا عليا عفريت، وان انا هحتاج جلسات، وان هو لازم يقعد معايا علشان خاطر يطلع العفريت من عليا. ومن هنا بدأ مسعد يجي البيت بقى رسمي علشان يقعد معايا